مريقلاش حلوين قلنا الله يعفو تتولي لي التباريه نيشان. كيف ديما في رمضان كنلقاو المنافسه ديال القنوات المغربيه على المسلسلات، وكيف ديما الحموضه في ابهى صوره. عادي هادشي ولفناه، ولكن هاد العام داكشي طالع في لاضوس. مسلسلات خرجات على السيطره، فضائح هكاك عين بين، وما نهضروش على الترويج لشي حوايج وعلى الرسائل اللي كيدوزو في خفاء. والسؤال المطروح هو علاش هادشي في رمضان بالضبط، الشهر الفضيل ديال العباده. في هذا الفيديو بغيت نهضر على شي مسلسلات اللي كيتعرضوا في القنوات المغربيه، وتخيل تكون مع عائلتك وانت كتفرج فيهم، واش عادي ولا لا؟ كملوا الفيديو باش تكتشفوا اشواق. فيها يا بنتي والله ما رجعت يا كنحرقكم كاملين. بنتك ما تشبعت ما فهمتش علاش انا كنبني وانت كتريب. ما عرفاش اش باغيه. من حسيت بك احوال الطقس عندك ما مريقلاش حلوين قلنا الله يعفو تتولي لي التباريه نيشان. جو المسلسل اللي نوض ضجه بهاد اللقطه اللي تلاحت قبل رمضان، وهي اللي شفتو دابا. انا وما فهمتش الغايه ديال هاد اللقطه، ولكن كيف كل المغاربه غيمشي عقلي لحاجه وحده، هي الشذوذ الجنسي اللي طالقين عليه السميه الزوينه المثليه. دابا طفل صغير غيشوف بحال هاد اللقطه، فين غيمشي عقله وفاش غيفكر؟ او انت مع داركم وشفتي هاد اللقطه اش غادي تفكر؟ ما فهمتش. هاد اللقطه كلشي شافها، والناس طالبت باش ما يتعرضش المسلسل في رمضان، ومع ذلك دابا راه كيتعرض. واخا خرج المخرج ديال المسلسل في قناه دوزام مراد الخوضي وشرح باللي الغايه ديال المسلسل ماشي كيف ما تصوروا كاع المغاربه، ومشاو غالطين في القصه ديال المسلسل. والقصه ديالو كتشرح ظاهره التسول في المغرب وكيفاش حياه الناس اللي كتطلب. متفقين على هاد الشيء، ولكن شنو هي الغايه من هذيك اللقطه؟ شنو غيفهم اي واحد منها؟ مهم مازال غادي نشوفوا فضائح اكثر من هاد الشيء. عبالي شي حاجه تفرحك. دابا هذا مسلسل ونتفرجوا فيه حنا في رمضان. حشومه هادشي وشهر العباده يا حسره. هادشي ماشي تمثيل، هادشي شوه وفضائح. حشومه هادشي يتعرض في التلفازه المغربيه والعائلات يتفرجوا فيه مجموعين. تخيل انت جالس مع عائلتك حتى دوز لقطه بحال هادي، وحده دارت حبه فياغرا للراجل في اتاي، والشطيح والعرا وداك الشيء ديال الغرب. واخا حنا عارفين اغلبيه ما كيتفرجش في التلفازه بسبب هاد الشيء، وبسبب هاد المسلسلات اللي ما بقى فيها لا حشمه ولا حياء. اللي ما كتفهمش هو كيفاش هاد المخرج كيدير مسلسل بحال هاد الشيء، وممثله كترضى لراسها تمثل بحال هاد اللقطات. ومسلمين زعما على الاقل اللي احترموا غير هاد الشهر الكريم. اذاعه وطنيه كدوز هاد الشيء وفي رمضان والدوله كتفرج بحال عادي، هادشي ما مفهومش. عاد زيد هاد المسلسل اللي حتى هو حشومه، جالسين كيحتقروا في المعلم المغربي. علاش ما يحتقروش الوزير ولا اللي كيشفر البلاد؟ هما ديما الفقراء والطبقه اللي ما عندهاش ومقهوره هي اللي نمثلوا بيها ونحتقروها. عيب هادشي. المسلسل بعدا راه تقريبا ناضت النقابه ديال المعلمين بغات ترفع عليهم دعوه بسبب هادشي وسبب اهانه المعلم، ومن حقهم وحنا معاهم. تعيا ما تفهموا والو. علاش هادشي وشنو اللي كيخليهم يمثلوا بهذه الطريقه، وعلاش هادشي بالضبط في رمضان، بالضبط في شهر العباده. وهاد القنوات اللي ما كتعرفش الاصل ديالهم واش مغاربه ولا جهات اخرى، باش يديروا شي حاجه نستافدوا منها او نوعاو بها، باغيين يزيدوا يكلخوا الشعب ويدمروا الاسره باش هادشي يولي يجينا عادي، والدراري الصواري يولفوه وصافي. اخوان التاثير ديال هادشي راه خطير وصعيب بزاف. كاين رسائل كدوز في هادشي، ماشي فيلم او مسلسل عادي صافي. لهذا خاص نردوا البال ونعرفوا اش واقع. نتمنى تشاركوا معايا الراي ديالكم في هذا الموضوع، والسلام عليكم.